لا انا مش بعيدا يعني نبعد خالص عن الموضوع. المحكمة قبل انعقادها بساعة. طب اكمل سؤال. هل الحكم تم اعداده بليلة او قبلها بيوم؟ هذا شيء مستغرب. المحامون تقدموا بدعوى تزوير لهذا الحكم امام النائب العام. يا استاذ سعد يعني ارجو ان حضرتك ما زالوا يعيشون فسادا في مصر. يبدو ان رجال مبارك في الاعلام وفي القضاء. هذا شيء مؤسف. حسني مبارك من سجنه يتحكم في مصير مصر ويلغي سلطة كاملة، سلطة مجلس الشعب التي انتخبت من الشعب الذي صار عليه حسني مبارك. ارجو من الجميع ان يتريث لان بيحدث في مؤامرة على مصر تحدث الان، وان شاء الله نجتازها بالهدوء وبالحكمة. الحقيقة يعني هو في مؤامرة على مصر، لكن كل يفهم هذه المؤامرة بوجهة نظره. نترك للشعب المصري يفهم من يتآمر على مصر الحقيقة، لأنه في اختلافات كثيرة جدا في وجهات النظر. من هو المتآمر الحقيقي؟ الشعب المصري صار على المتآمرين. طيب بس اسمح لنا، في اخبار بتتردد بانعقاد اجتماع لحزب الحرية والعدالة لمناقشة حكم المحكمة الدستورية، فهل الاجتماع ده طبيعي ان هنجتمع غدا؟ ده طبيعي ان احنا نجلس ونقرأ حيثيات الحكم وندرس كيف نتعامل معه قانونا. ماشي، ده كلام كويس جدا. استاذ سعد، رأي حضرتك ايه في اللي حصل من الحشد والهجوم على بعض المحامين والرموز في والضغط على القضاء في امام مجلس الدولة وداخل القاعة؟ طبعا داخل القاعة حصل كمان في المحكمة الدستورية العليا. لا انا الحج هذا حق للمصريين اتظاهروا بامن وسلام. انا بتكلم على الاعتداء، يعني حق التظاهر السلمي طبعا. الاعتداء هذا نرفضه ايا كان مصدره، لا نعرف مصدره لان في تزاحم. احنا راينا في محمد محمود ومجلس الوزراء هناك من يدخل ويقتل ثم يخرج وينسحب لكي يؤجل. طيب استاذ سعد، هناك فرق بين حق الدفاع وحق الخصومه وحق التظاهر. اما الاعتداء والسب والضرب هذا مطلوب. بس حضرتك بتقول برضه حق الشعب المصري، وهو الشعب المصري ما كانش قدام مجلس الدوله النهارده، ما كانش الشعب المصري. بس اسمحك يا دينا، استسمح الاستاذ سعد تخليك معانا على الهاتف، لانه يعني لو وقتك بيسمح بده احنا معانا النائب يوسف البدري اللي ايضا تعرض لاعتداء امام مجلس الدولة وحضرتك تعقب عليه. استاذ يوسف اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا فندم. استاذ يوسف، انت من ضمن الناس اللي تم الاعتداء عليهم. النهارده قدام باب على سلم مجلس الدولة تم الاعتداء بالالفاظ وبحاولة احتكاك وتعدي علينا انا ورمزي. طب يعني ايه شكل الاعتداء يعني يا استاذ يوسف؟ يعني وهل تقدر يعني تصبغ صفة على هؤلاء المعتدين، او تقدر ايه يا فندم؟ مش سامع. هل تقدر تصبغ يعني صفة واحدة على مين هم يعني على طول يعني الاخوان المسلمين؟ الاخوان المسلمين بتحريض من محمد بديع انه يقف قدام المحكمة. موضوع منتهي، ده ما فيهوش كلام. ايه اللي ياكد يا استاذ يوسف؟ ايه اللي ياكد؟ احنا معانا لحضرتك حاجه، اقول لحضرتك حاجه بسيطه جدا. يعني كعاده الاخوان المسلمين بيتنصلوا من اي افعال لهم وبيلعبوا سياسه يعني بمنطقه تامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم. بيتكلم الاستاذ صالح حسين دلوقتي مع حضرتك على حق التظاهر. حق التظاهر ايه وهو في حقوق الانسان كانوا احنا خليك معانا نسمع رد الاستاذ سعد. ايه يا فندم؟ طب خليك معانا يا استاذ يوسف نسمع رد الاستاذ سعد، انه يعني اكتر استاذ ايهاب رمزي قال انه دول شباب الاخوان. حضرتك النهارده او دلوقتي بتؤكد ان هم من الاخوان. يعني استاذ سعد يعني انا معذره